شارع محب من عند البندر هتوصل لحد دوران محب، تدخل شمال هتلاقي نفسك في محلة البرج، مدرسة طلعت حرب الثانوية، شارع البهي، شارع المستشار، كل المنطقة دي اسمها محلة البرج. ازاي بقى عندنا منطقة في المحلة الكبرى اسمها محلة البرج؟ تعالوا الأول نعرف رأي الناس. دلوقتي احنا في محلة البرج. طب حضرتك تعرف ليه سمت بالاسم ده؟ لا والله ما اعرفش بصراحة. احنا في محلة البرج عند جامع البرج. طب حضرتك تعرفي ليه سمت بالاسم ده؟ ايه ده؟ ليه سمت بالاسم ده؟ ما اعرفش والله يا بنتي. انت فين دلوقتي؟ شارع البرج. طب انت تعرفي ليه سمى كده؟ احنا فين؟ احنا دلوقتي في البرج. طب حضرتك ليه تعرف سمى الاسم ده؟ عشان جامع البرج. طب حضرتك تعرف سمت البرج ليه؟ ها؟ حضرتك عارف؟ لا. البرج تاني ضمن. طب حضرتك تعرف هو ليه متسمي شارع البرج؟ نعم؟ ليه متسمى شارع البرج؟ ليه سمى شارع البرج؟ اه انا قلت لك بقى عشان جامع البرج. عشان جامع، لان كان الاول زمان كان بيتعمل هنا مولد اسمه مولد البرج. خد بالك؟ ولا زي ما قلت لك بقى ده طريق ضمن. الشوارع دي كلها بقى ده شارع. احنا نعرفه ان المهندس اللي بنى جامع البرج ده البرج اتبنى على اسم جامع مهندس كان ايام من بعد في اسره محمد علي كده. فهو الراجل ده هو الناس اللي دفن هنا، فهم سموا المنطقه على اسمه جامع البرج. خدت بال حضرتك؟ هو ده اللي اتعمل على اساس ان هو جامع البرج، على اساس ان المهندس كان موجود جه وهم مات هنا ودفنوه في المنطقه ديت. ماشي. بعد الفتح العربي لمصر مجموعة من القبائل العربية جت قعدت في الدولة المصرية. من ضمن القبائل دي قبيلة عربية اسمها بني البرج، اختارت تقعد في قرية إغريقية قديمة اسمها هورين بهرمس. القرية دي كانت موجودة جنب قرية محلة دقلة أو اللي هي المحلة الكبرى دلوقتي يعني. لما اختاروا قعدوا في المنطقة دي بقى اسمها محلة بني البرج، يعني المنطقة اللي قبيلة بني البرج قرروا يقعدوا فيها. مع الوقت بقى اسمها محلة البرج. في العهد الفاطمي ومع الامتداد العمراني محلة البرج اندمجت مع منشية الأمراء مع محلة دقلة مع محلة الكبراء وبقت كلها المحلة الكبرى.